الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في منصة معهد بانايب الأكاديمي مدرسة محمد قباني الثانوية الخاصة بنات. أنا أستاذ محمد نور السماني الدنور، مادة الجغرافيا والدراسات البيئية. إن شاء الله هنواصل الليلة حصة أو جزئية مهمة في باب الجغرافيا الاقتصادية، وحنناقش جزئية بسيطة في الإنتاج المعدني. طيب، قبل أبدأ الإنتاج المعدني عايز أرجع لورا شوية لكتاب الصف الأول الثانوي مادة الجغرافيا والدراسات البيئية. بيقول لي يتوقع وجود المعادن في الصخور نقط. أقول له الصخور الرسوبية. يتوقع وجود المعادن في الصخور يتوقع وجود المعادن في الصخور النارية. يتوقع وجود المعادن في الصخور النارية. طيب، يعني أنا لو عايز معادن بتوقعها في الصخور النارية. أما البترول والفحم اللي هو بنسميه بالوقود المعدني، البترول والفحم بتوقع وجودهم في الصخور الرسوبية. طيب، مرة تانية، يتوقع وجود المعادن في الصخور النارية، بينما البترول والفحم في الصخور الرسوبية. طيب، البترول والفحم في كتاب سنة ثالثة في الباب الثالث في حاجة اسمها الوقود المعدني اللي هي بيشمل البترول والفحم. طيب، الوقود المعدني البترول والفحم بنتوقع وجوده في الصخور الرسوبية، بينما المعادن في الصخور النارية. طيب، السؤال الثاني، إذا أنا ما لقيت معادن البديل شنو؟ وإذا ما لقيت وقود معدني بترول وفحم البديل شنو؟ جاء سؤال في امتحان الشهادة السودانية قال لي أذكر بديلين للمعادن وبديلين للوقود المعدني المقصود به البترول والفحم الحجري. طيب، أبدأ بالمعادن. بدائل المعادن منها الألياف الزجاجية. الألياف الزجاجية ممكن نستخدمها كبديل للمعادن، الألياف الزجاجية. طيب، بديل الوقود المعدني اللي هو هنا مقصود البترول والفحم فقط. بدائل الوقود المعدني عندي الطاقة الشمسية، طاقة الشمسية زائد الطاقة النووية، زائد الطاقة النووية. طيب، إذا جاني سؤال تاني قال لي أذكر بدائل، حاذكر البديلين ديل للوقود المعدني. وهنا مقصود بالوقود المعدني نتذكر كويس، مقصود بالوقود المعدني البترول والفحم الحجري. البديل لهم من الطاقة الشمسية والطاقة النووية. البديل للمعادن شنو؟ الألياف الزجاجية. طيب، أرجع لكلامي ده سريع. يتوقع وجود المعادن في الصخور نقط النارية. يتوقع وجود المعادن في الصخور نقط النارية. يتوقع وجود البترول والفحم في الصخور نقط الرسوبية. يتوقع وجود البترول والفحم في الصخور نقط الرسوبية. أذكر بديل للمعادن الألياف الزجاجية. أذكر بديل للبترول والفحم الطاقة الشمسية والطاقة النووية. طيب، في الإنتاج المعدني نحن مقرر لنا 3 معادن: معدن الحديد، معدن الحديد، معدن النحاس، معدن الألمنيوم. طيب، يبقى المقررات علينا في كتاب الجغرافيا والدراسات البيئية 3 معادن: معدن الحديد، معدن النحاس، معدن الألمنيوم. طيب، أنا قبل أخوض في ال3 معادن دي عايز أربط المعادن دي بحاجة. طيب، قال لي الحديد ده أهم معدن مستخدم في مجال الصناعة. أهم معدن مستخدم في مجال الصناعة الحديد. النحاس أقدم معدن قام الإنسان باستغلاله. والألمنيوم أكثر المعادن الفلزية انتشارا في القشرة الأرضية. طيب، أنا ليه كتبت ال3 كلمات ديل؟ عشان أتذكر بهم حاجة واحدة. ما هو أهم المعادن المستخدم في مجال الصناعة؟ حيكون منه الحديد. أقدم معدن استغله الإنسان النحاس. وأكثر المعادن الفلزية انتشارا في القشرة الأرضية معدن الألمنيوم ب8%. طيب، يبقى أهم معدن في مجال الصناعة الحديد، أقدم معدن استغله الإنسان النحاس، وأكثر المعادن الفلزية انتشارا في القشرة الأرضية الألمنيوم. طيب، أجي لأهم سؤال وأول سؤال في الإنتاج المعدني. قال لي أذكر أهمية المعادن، أو ما هي أهمية المعادن؟ أنا بستفيد شنو من المعادن، أو أهمية المعادن بالنسبة لنا أو بالنسبة للدولة المعنية. 1، أساس الحضارة. المعادن تعتبر أساس الحضارة. 2، أهم
عناصر التجارة الدولية. المعادن أهم عناصر التجارة الدولية. المعادن من أهم عناصر التجارة الدولية. أرجع سريع. أهمية المعادن واحد، أساس الحضارة. أساس الحضارة وأهم عناصر التجارة الدولية. طيب في الحتة دي ليه المعادن أهم عناصر التجارة الدولية؟ قال لي عشان بتوجد في دول لم تقطع شوطا طويلا في مجال الصناعة. المعادن من أهم عناصر التجارة الدولية ليه؟ عشان بتوجد في دول لم تقطع شوطا طويلا في مجال الصناعة. طيب أنا حابدأ بترتيب الكتاب، وترتيب الكتاب بيبدأ لي بالحديد. وأنزلنا الحديد. الحديد بيبدأ بالمعادن، بنبدأ نحن بالحديد. وداير أخذ ملحوظة عن الحديد. قال لي بدأ التطور في صناعة الحديد عندما استخدم الفحم الحجري بديلا للفحم النباتي. الكلام ده 200 في أوائل القرن السابع عشر. بدأ التطور الكبير في صناعة الحديد عندما استخدم الفحم الحجري بديلا للفحم النباتي في أوائل القرن السابع عشر الميلادي. الكلام ده في إنجلترا. طيب نحن قبل ذكرنا قلنا أهم معدن مستخدم في مجال الصناعة الحديد. عايز أعرف أهم معدن كيف؟ ما هي أهمية الحديد؟ الحديد مهم في شنو؟ نحن قلنا أهم معدن في مجال الصناعة. طيب أهمية الحديد عشان 3 حاجات. 1 سهولة استخراجه. 1 سهولة استخراجه. 2 سهولة سحبه وتشكيله. سهولة سحبه وتشكيله. 3 رخيص الثمن. مرة تانية أذكر أهمية الحديد. سهولة استخراجه، سهولة استخراجه، سهولة سحبه وتشكيله، سهولة سحبه وتشكيله، ورخيص الثمن. طيب دي أهمية الحديد. أجي أشوف أهم أنواع الحديد. أنواع الحديد ذكرنا إنه عندي في أنواع الحديد 4 أنواع. طيب أنواع الحديد بتبدأ ب1 الماجنتايت. مع بعض الماجنتايت، الماجنتايت، الهيماتايت، الهيماتايت، الليمونايت، الليمونايت، السيدرايت. أذكر أنواع الحديد. حقول 1 الماجنتايت، 2 الهيماتايت، 3 الليمونايت، 4 السيدرايت. أنواع الحديد: الماجنتايت، الماجنتايت، الهيماتايت، الليمونايت، السيدرايت. الماجنتايت، الهيماتايت، الليمونايت، السيدرايت. طيب نسبة الفلز في كل من الماجنتايت نسبة الفلز 72%، الهيماتايت نسبة الفلز 70%، الليمونايت نسبة الفلز 62%. طيب سوري 60%. السيدرايت نسبة الفلز 48%. طيب أذكر أنواع الحديد مع نسبة الفلز. حاجة يقول لي الماجنتايت ده نسبة الفلز 72، الهيماتايت نسبة الفلز 70، الليمونايت نسبة الفلز 60، والسيدرايت نسبة الفلز 48. طيب سين سؤال: رتب أنواع الحديد ترتيب تنازلي حسب نسبة الفلز. تنازلي من الأكبر للأصغر. رتب أنواع الحديد ترتيب تنازلي حسب نسبة الفلز. حسب نسبة الفلز وتنازلي حابدأ من الأكبر للأصغر. أبدأ بالماجنتايت، الهيماتايت، الليمونايت، السيدرايت. طيب لو قام عكس السؤال: أذكر أنواع الحديد أو رتب أنواع الحديد ترتيب تصاعدي. تصاعدي يعني من الأصغر للأكبر. حابدأ بالسيدرايت، الليمونايت، الهيماتايت، الماجنتايت. سين 2. طيب عرف الماجنتايت، عرف الهيماتايت، الليمونايت، السيدرايت. أنا عايز أعرفهم ال4. طيب أبدأ بالماجنتايت. إذا جاني سؤال في الامتحان قال لي عرف الماجنتايت، أقول له هو أجود أنواع الحديد. أجود أنواع الحديد. هو أجود أنواع الحديد.
ويحتوي على نسبة فلز 72%. مرة ثانية، عرف الماجنتايت هو أجود أنواع الحديد. الماجنتايت هو أجود أنواع الحديد ويحتوي على نسبة فلز 72%. طيب، عرف الهيماتايت هو نوع من أنواع الحديد. هو نوع من أنواع الحديد، نوع من أنواع الحديد وبيحتوي على نسبة فلز 70%. الليمونايت نوع من أنواع الحديد، نوع من أنواع الحديد وبيحتوي على نسبة فلز 60%. طيب، عرف السيدرايت هو أردى أنواع الحديد. هو أردى أنواع الحديد وبيحتوي على نسبة فلز 48%. سين 3. علل شنو؟ الماجنتايت أجود أنواع الحديد. الماجنتايت أجود أنواع الحديد. الماجنتايت أجود أنواع الحديد ليه؟ ببساطة عشان نسبة الفلز 72. الماجنتايت أجود أنواع الحديد عشان نسبة الفلز كم؟ 72. السيدرايت أردى أنواع الحديد عشان نسبة الفلز 48. السيدرايت أردى أنواع الحديد لأنه نسبة الفلز 48. يعني باختصار كل الأسئلة في الجزئية دي بتعتمد على نسبة الفلز. طيب، سين 4. هات مثال. لو سألت أي زول قلت له اديني مثال لأجود أنواع الحديد حيقول لي الماجنتايت. أجود أنواع الحديد الماجنتايت. أردى أنواع الحديد السيدرايت. أجود أنواع الحديد الماجنتايت. أردى أنواع الحديد السيدرايت. طيب، هات مثال لنوع من أنواع الحديد يحتوي على نسبة فلز 70%. هيماتايت. نوع من أنواع الحديد بيحتوي على نسبة فلز 60%. الليمونايت. طيب، أجي لحاجة أخيرة أختم بها اللي هي مناطق إنتاج الحديد. مناطق إنتاج الحديد. عندي أكبر دولة إنتاجا للحديد دولة روسيا الاتحادية. أكبر دولة إنتاجا للحديد دولة روسيا الاتحادية، ثم دولة البرازيل، ثم الصين واستراليا، ثم الصين واستراليا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية اليو اس اي. طيب، أكبر الدول إنتاجا للحديد في العالم دولة روسيا الاتحادية 27%. بعد البرازيل 17%. الصين واستراليا الاثنين مع بعض 11%. اليو اس اي 9.5%. أما دول غرب أوروبا كلها، دول غرب أوروبا 10%. طيب، ما هي أكبر الدول إنتاجا للحديد؟ حقول لي دولة روسيا الاتحادية، بعد دولة البرازيل 17، الصين واستراليا 11، اليو اس اي الولايات المتحدة الأمريكية 9.5%، دول غرب أوروبا 10%. ودي الدول المنتجة للحديد. أرجع سريع ونختم بها. طيب، يتوقع وجود المعادن في الصخور، نرجع سريع، يتوقع وجود المعادن في الصخور النارية، بينما البترول والفحم في الصخور الرسوبية. معلومة أولى. سؤال الأول، يتوقع وجود المعادن في الصخور النارية بينما البترول والفحم في الصخور الرسوبية. أذكر بديل للمعادن الألياف الزجاجية. أنت عايز تصنع ما عندك معادن، عندي البديل الألياف الزجاجية. بديل الوقود المعدني اللي هو البترول والفحم الطاقة الشمسية والطاقة النووية. ذكرنا 3 معادن مقررة لنا: الحديد، النحاس، الألمنيوم. الحديد أهم المعادن المستخدمة في مجال الصناعة. النحاس أقدم معدن قام الإنسان باستغلاله. الألمنيوم أكثر المعادن الفلزية انتشارا في القشرة الأرضية. بدينا المعادن بسؤال مهم جدا، قلنا ما هي أهمية المعادن، اللي هي 1 بتتمثل في أساس الحضارة، 2 في أهم عناصر التجارة الدولية. طيب، وذكرنا ليه أهم عناصر التجارة الدولية؟ عشان بتوجد في دول لم تقطع شوطا طويلا في مجال الصناعة. بدينا المعادن بمعدن الحديد، وبدأ التطور في صناعة الحديد عندما استخدم الفحم الحجري بديلا للفحم النباتي، والكلام ده كان في أوائل القرن ال17 الميلادي في إنجلترا بريطانيا. طيب، أهمية الحديد ذكرنا 3: 1 سهولة استخراجه، سهولة سحبه وتشكيله، ورخيص الثمن. أنواع الحديد ذكرنا 4: الماجنتايت، الهيماتايت، الليمونايت، السيدرايت.
وذكرنا كمان مع نسبة الفلز الماجن تايد قلنا نسبة الفلز 72، الهيماتايد 70، الليمونايد 60، السيدرايد 48. آخر حاجة ختمنا بها موضوعنا قلنا مناطق إنتاج الحديد في العالم، على رأسهم نمبر 1 روسيا الاتحادية الأولى عالميا، 2 البرازيل، الصين واستراليا 3، اليو اس اي الولايات المتحدة الأمريكية 4، دول غرب أوروبا بتمثل 10% من الإنتاج العالمي للحديد. إن شاء الله حنواصل حصصنا في الجغرافيا الاقتصادية وفي الجغرافيا عموما والدراسات البيئية كلها، وانتظرونا إن شاء الله في الأيام القادمة، وموفقين، كل التوفيق لكم.